يعني انا لما اقول لك التمس لاخيك 70 عذر يعني مثلا مثلا يبقى انت محدش وانت بيعمل انا كده. وانا سايق بلتمس الاعذار. طيب انا اقول لك على حاجه وقول لي انت بتتصرف ازاي. انت ماشي بالعربيه، هيحللني لحظه لا واحده لا يا جماعه، مستحيل والله، بس هيحللني. خلينا خلي الناس يبقوا معانا يعني. انا ما بحبش الدكاتره خلاص عشان انت تبقى ماشي في الطريق، نعم. حد وراك بيزمر تي تي يعني ايه اللي هيجي في دماغك بجد، دون النظر ان احنا دلوقتي بنسجل حاجه وبنقول للناس طب حاجه، لا إيه اللي اقول لك هيجي في بجد، دماغك؟ اول حاجه عامه انا من النوع اللي عينيه في راسه، فانا مركز مع اللي ورايا. لو هو واحد يعني انا ملتزم وانا مش غلطان، يعني هو ما فيش سبب ان هو يزمرني، ما انا لا ما هو مش زي ما حضرتك قلت بالظبط. الواحد بيقيم الموقف، كل موقف ليه تقييمته. فلو انا مثلا سرحان اقول له انا اسف اتفضل عدي، دي بعملها. لكن لو هو جاي منتقم ومثلا عايز يطير في الشارع او في حاجه مضايقاه فيا، ممكن بقى اغلس. بصراحة انت ردك مبدع يعني، انت جبت عوامل خارجية، لكن هو في الموقف ده الحقيقي الواقعي اللي بيحصل ان انت لو انت تركيبتك ساعتها انت مستريح، يعني انت مستريح نفسيا او انت ريلاكس، هتلتمس العذر. ودي عملية نفسية بتتم عند صح. الانسان. لو انا مشدود يوم هقول ايه الجمعه القرف ده بعد وإيه الغدا العيله مثلا اللي هو اللي احنا دايما بنعمله، دايما تبقى اعصابي هاديه. فلو أيوة. حد جه زمر ورايا او اتعفرت عدي اتفضل، او هقول ده اكيد وراه عملية، ده راجل لا انا ما بقتش جراح افكر عنده كده، اصل حاجة كلهم عندهم يعني عمليات يا دكتور. لا وبعدين خلي بالك الموضوع ده منتشر كمان مع الستات. يعني الست بتيجي من على بعد 2 كيلو وراك والطريق فاضي هي بتزمر. طب ايه تحليل الموضوع ده؟ هي بتزمر جامد جدا، عايزه الكل يوسع. يعني انا خوف. ست ومعايا اطفال وعندي مسؤوليه، فلازم تقدروا المسؤوليه اللي عندي، فكله يوسع يعني عشان انا ابتدي اعبر فانا عشان فاهم ده فما بتضايقش. لكن لو حد تاني ممكن يقول لك ايه ده، هي ليه بتعمل كده، تعالي انت ونخش بقى نبتدي نخش في تخانق.